في جرائم كتير أول ما بتسمع عنها تستغرب وتقول على مرتكبيها يا ترى جابوا الجبروت ده كله منين. والمجرم في حلقة النهاردة مش بس اتجبر في جريمته البشعة، وكمان اتحدى ربنا وإرادته. ومن شدة بشاعة الجريمة وفعلها القاضي نفسه ما كانش مصدق تفاصيلها ولا اللي سمعوا منها، وده اللي خلاه قال والله لو كان الأمر لي لكنت أنفذ فيكم حكم الإعدام، أقطع كل يوم منكم حتة على الشباب اللي راح ده. وعلشان كده كسبت مرتكبة الجريمة لقب أحقر زوجة في مصر، ومش أنا اللي سميتها كده، كل الصحف والتقارير لقبوها بهذا اللقب. أهلا بيكم وحلقة جديدة من سلسلة أرشيف الحوادث. جريمة النهاردة أشبه بسيناريوهات الأفلام تماما، والدافع وراها الشهوة الجنسية، لكن وصل الموضوع لتحدي بين الجاني وبين ربنا. رندا إسماعيل أحقر زوجة في تاريخ مصر. الحكاية بدأت في 2008 في محافظة الإسماعيلية. وليد الكحال شاب ميسور الحال كان عايز يتجوز ويستقر ويكون عنده بيت، وعشان كده ولا والدته المهمة دي وقال لها دوري لي على عروسة من قرايبنا، ووقع الاختيار عندها على رندا إسماعيل، واللي تربطهم بيها صلة قرابة ده كمان جيران. أهل رندا أول ما سمعوا الخبر كانوا طايرين من الفرحة، وده لأن وليد كان معروف عنه إنه حالته المادية متيسرة، غير إنه كله بيحكي ويتحاكى عن أدبه وأخلاقه. لكن إحساس رندا اتجاه الجوازة دي ما كانش زي إحساس أهلها، لأنها كانت رافضة تماما إنها تتجوز جوازة تقليدية اللي إحنا بنقول عليها جواز الصالونات. كان نفسها إنها تتجوز بعد قصة حب، وعشان كده رفضت رفض تام. لكن مع الوقت ومع إصرار أهلها اضطرت إن هي توافق. لكن بعد الجواز ظهر لرندا عيب كبير في وليد. العيب ده بالنسبة لها هي، وهو إن وليد كان ضعيف جنسيا. وهنا أحب أوضح إن في فرق كبير جدا بين الضعف الجنسي والعجز الجنسي. وعلى الرغم من كده خلفوا 3 أطفال. لكن هي كان من وجهة نظرها إن وليد مش بيأدي مهامه الزوجية زي ما هي كانت عايزة، وطبعا الخناقات زادت بينهم، وكانت كل مرة بتعاير جوزها إنه ضعيف جنسيا. لكن وليد كان دايما رده عليها إن أنا بحبك. وهنا رندا خدت الموضوع ده حجة علشان تطلب الطلاق وتشوف حياتها مع واحد تاني يحبها وتحبه وتعيش بالطريقة اللي هي نفسها فيها. وبالفعل راحت عملت قعدة مع وليد وصرحته بكل الكلام ده بدون خجل، وطلبت منه الطلاق. لكن وليد رفض رفض قاطع. يا ريتك ما رفضت يا وليد. وقال لها ان هو هيحاول يتعالج عشان يكون احسن ويقدر انه يرضيها، لكن فكرة الطلاق دي انا عايزك تشيليها من دماغك خالص. رندا ما عجبهاش الكلام ده، وراحت لما هدومها وهدوم العيال وراحت قعدت عند اهلها علشان تضغط على وليد انه يطلقها. وكمان راحت لاهلها وقالت لهم عن السبب اللي هي مصممة على الطلاق علشانه. بصراحة جرأة وشها كان مكشوف جدا. اهلها رفضوا وحاولوا معاها انها ترجع بيتها، لكن هي اللي كانت في دماغها كانت مصرة عليه، وفضلت قاعدة عند اهلها 8 شهور بالتمام والكمال. في الوقت ده كانت بتنزل شبه يومي للسوق عشان تجيب طلبات البيت بتاع اهلها وكمان بتاع عيالها. وفي مرة من المرات اتعرفت على شاب اسمه السيد محمد، ورغم ان وقتها كان عندها 30 سنة والشاب اللي هي حبته او اتعرفت عليه كان عنده 25 سنة، لكنها وقعت في حب وبدأت العلاقة تتطور منهم وقربوا من بعض. والسيد طلب منها انه عاوز يقابلها اكتر من مرة، بس هي ما كانش تعرف لان اهلها دايما متواجدين في البيت، وده اللي خلاها تجري وتصالح جوزها وليد علشان ترجع بيته هي والعيال، علشان اول ما وليد ينزل الشغل تجيب سيد ويقضوا معظم الوقت، لان وليد كان بيقضي اكتر من نص اليوم بره البيت. وفعلا رندا نجحت ونفذت الخطة بتاعتها، وأول ما كان وليد ينزل من هنا كان السيد يطلع على طول ويقضوا هما الاتنين اليوم مع بعض. لكن مع الوقت ابتدى سيد يشتكي ليها ان المسافة بعيدة عليه، لان هو السيد كان ساكن في شقة بعيدة عن بيت جوزها، وقال لها انا محتاج اقضي معاكي وقت اكتر من كده وعلشان كمان اشبع منك. وهنا جات لرندا فكرة انها تأجر له شقة في وسط
وسط الشارع اللي هي ساكنة فيه علشان المسافة تكون قريبة. وطبعا زيارات سيد اتكررت، وكان بيقضي اليوم كله عند رندا، وكان يا دوبك ينزل قبل رجوع جوزها وليد بدقايق. ده مش بس كده، ده عشان تسهل عملية دخوله وخروجه قدام ولادها. كان الأولاد لما بيسألوها مين ده كانت بتقول لهم ده خالكم. وأكتر من مرة الأولاد كانوا بيقولوا لباباهم ده خالي كان هنا. ولما لاحظ وليد إن زيارات خالهم بقت متكررة بدأ يحس لا ده في حاجة غلط، لكن للأسف ما كانش بيقدر يتكلم لأنه كان بيحب رندا بجنون، وخايف يقول لها الكلام ده تزعل وتسيب له البيت زي ما عملت قبل كده. ولما الشك بدأ يدخل في قلبه ابتدى يقعد ساعات جوه البيت أكتر من الأول. ومن هنا رندا أخذت القرار إنها لازم تخلص من وليد عشان يفضلها الجو مع السيد، وقالت ان الحل المرة دي لازم اموته. واتفقت مع عشيقها سيد انها تحط لجوزها السم في الاكل، لكن علشان الموضوع يبان طبيعي الموضوع ده لازم يحصل بره البيت. ورندا اتفقت مع وليد تاني يوم انه يروحوا يتغدوا بره هما الاتنين وبس، ويسيبوا الاولاد في البيت مع بعضهم. ووليد كان طاير من الفرحة لانها اول مرة تطلب منه طلب زي ده. يا عيني على الراجل لما يحب. واول ما وصلوا على المطعم والاكل نزل رندا طلبت منه قوم والنبي هات لي ازازه ميه، لكن وليد نادم على المتر وقال له هات ازازه ميه وهم قاعدين. فطلبت منه ان هي عايزه حاجه من الشارع، واول ما قام يجيب لها الطلب بتاعها راحت حطاله السم في الاكل بتاعه. وليد لما رجع كمل اكل كان فرحان وما حسش بحاجه، لكن أول ما خلص الأكل ابتدى يشعر بتقلصات فظيعة في معدته. وأول ما خرج الشارع أغمى عليه، الناس اتلموا عليه وشالوه وجروا بيه على المستشفى. ولسوء حظ رندا الدكاترة قدروا يعالجوه أول ما وصل المستشفى، وتم تشخيص الحالة بأنها حالة تسمم نتيجة إن الأكل اللي أكله في المطعم كان غير صالح. لكن ما حدش شك ابدا ان ده ممكن يكون بفعل فاعل. رندا في الوقت ده كان في برج من دماغها هيطير، وجرت على حبيبها السيد مرة تانية اللي قاعد يلوم فيها ويقول لها انت حطيتي كمية قليلة من السم في الاكل، وقال لها لو كنت حطيتي كمية اكبر من كده كنا زماننا استريحنا منه. واتفقوا ان هي تجيب سم تاني لكن تكتر الكمية المرة دي، واستنت على الحكاية دي 5 شهور كاملين علشان ما حدش يشك في اي حاجة. وفي يوم كانت قاعدة هي وجوزها وليد في البيت، وقالت له تعالى بقى نسهر ونشرب كوبايتين شاي. ولما دخلت المطبخ تعمل الشاي راحت حاطة في كوباية وليد كمية كبيرة من المبيد الحشري، ووليد راح شرب الشاي وبرضه ما حسش بأي طعم متغير فيه، وجات له نفس الحالة من الإعياء والتقلصات في المعدة. وهنا رندا بنفسها جرت وطلبت الإسعاف، مش عشان تنقذه طبعا، عشان تبان إن الوفاة طبيعية وإن هي اللي حاولت تساعده. ويشاء القدر إن الإسعاف تيجي بسرعة، والتاني مرة الأطباء يقدروا ينقذوا وليد من الموت. ودي للمرة التانية إن ربنا يكتب لوليد عمر جديد. إن رندا تتعظ برضه مفيش. رندا ما كانتش مصدقة نفسها وراحت جرت على السيد تاني، وكان رأسها 1000 سيف، لازم أشوف طريقة تاني وأقتله. المرة دي سيد قال لها بقول لك إيه مالكيش دعوة بالموضوع ده وسيبيلي أنا الحكاية دي، كل اللي عليكي تسيبيه يجيب لك حاجة بس يكون الوقت متأخر من تحت، وهنا أنا هتصرف في الباقي. وبعد شهرين على الحكاية التانية السيد راح لرندا الصبح زي ما هم متعودين، وطلب منها في اليوم ده إن تخلي وليد ينزل في الليل يجيب لها حاجة. وأول ما وليد نزل يجيب لها الحاجة كان السيد نازل وراه واستناه يدخل في شارع ضلمة. وأول ما ده حصل جري السيد وانهال على وليد بالطعنات لغاية ما خلص عليه. ولما اتأكد انه مات اخد الجثة وراح رماها في الصرف الصحي. وعدى يومين على عملية قتل وليد لحد ما الجثة خرجت من مواسير الصرف وظهرت في الشارع، والناس أول ما شافوا الجثة راحوا مبلغين الشرطة على طول. الجثة طبعا ما كانتش ليها ملامح تماما بسبب طبعا مية الصرف اللي كانت مرمية فيه، الجلد كان متهالك تمام. طبعا الشرطة جات وخدوا الجثة وودوها على الطب الشرعي، والتشخيص المبدئي كان إن الوفاة نتيجة عدة طعنات متفرقة في الجسد. وطبعا كان واضح إن الغرض من الطعنات دي القتل العمد، وده كان واضح بسبب حجمها وطريقة الطعن، واللي كان واضح إن كلها غل وحقد. وقدرت الشرطة تتعرف
على شخصية الجثة دي إنها جثة وليد. وقوات الأمن على طول اتحركت على بيت وليد، وأول ما الشرطة خبطت على الباب رندا بكل براءة فتحت الباب وكأنها ما تعرفش حاجة. وأول ما بلغوها الخبر ده ابتدت تنهار وتزعق وتعيط وكأنها اتفاجئت ومش مصدقة اللي حصل. لكن رجال الأمن كانوا مستغربين من حاجة واحدة، إزاي وليد كان متغيب عن البيت ورندا حتى ما حاولتش تقدم بلاغ باختفاء جوزها. ولما سألوها عن الموضوع ده ردت بكل براءة وقالت إنها كانت فاكراها في الشغل، ووليد دايما كان متعود يبيت بره البيت. لكن بعد عمل التحريات اتأكدوا إن رندا على علاقة بشاب اسمه السيد محمد، وراحت الشرطة تحقق معاه هو كمان. ولما اتسأل عن علاقته برندا ووليد قال أنا كنت صاحب وليد، وأنا كنت بروح لهم بشكل يومي في البيت، وكل اللي بينه وبين رندا إن هو كان بيشوف طلباتها وبس. وده كان بناء على طلب من جوزها وليد، وده خلى إن مفيش أي دليل عليهم. هنا رجال الأمن راحوا لأهل وليد علشان يعرفوا أي تفاصيل أكتر، ومن أثناء التحقيق معاهم لفت انتباههم نقطتين اتنين. الأولى إن وليد اتعرض لحالتين تسمم في سنة واحدة، والحاجة الغريبة التانية إن ما يعرفوش حد صاحب وليد اسمه السيد محمد. ولو في صحوبية بين وليد والسيد محمد كان أهل وليد هيكونوا عارفين، لكن عمر وليد ما ذكر اسمه قدامهم. وهنا الخيوط ابتدت تتجمع، وهنا رجال الشرطة اتأكدوا إن في شيء غير مشروع بين رندا والسيد محمد، وإنهم هيكونوا السبب في قتل وليد. لكن اتنين بالتفكير الشيطاني ده كان لازم يتم التعامل معاهم بذكاء شديد. علشان كده الشرطة حطت خطتها وراحوا مستدعين السيد محمد لاسم الشرطة، واحتجزوه في الاسم لمدة يومين بحجة استكمال التحقيقات. وبعد كده استدعوه علشان يحققوا معاه، وراحوا قايلوا انه احنا قبضنا على رندا واعترفت بكل حاجة، وقالت عليك ان انت اللي قتلت جوزها وليد، وان انت كنت العقل المدبر لكل حاجة، وانك كده يا سيد اللي هتشيل الموضوع كله لوحدك. لكن في الحقيقة اجهزة الامن لا كانت قبضت على رندا ولا اي حاجة، ودي كانت حيلة ذكية من رجال الشرطة عشان يخلوا سيد يحكي كل حاجة. وقد كان اول ما قالوا له انت اللي هتتحمل العقوبة لوحدك لو ما قلتش مين كان شريكك، هنا السيد راح معترف بكل حاجة وبالتفصيل. تم القبض على رندا وراحوا مواجهينها بكل اعترافات السيد، ما كانش قدامها في الوقت ده اي حاجة غير انها تعترف بكل اللي حصل. وفي 2018 تم الحكم على رندا والسيد محمد بالإعدام شنقا، ودي كانت نهاية رندا أحقر زوجة في مصر. سؤال لكل اللي شايفيني دلوقتي، هي رندا تستحق فعلا ان احنا نقول عليها أحقر زوجة في مصر، ولا الإعلام ظلمها لما أطلق عليها الاسم ده؟ لحد هنا خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وسيبوا رأيكم في الكومنتات، ولو في العمر بقية أشوفكم الجمعة الجاية وحلقة جديدة من أرشيف الحوادث. سلام.